أناجيك يا الله ولست ببطن الحوت ولكنني في جوف الليل أصارع وحشة أيامي. لا إله إلا أنت دلني، ما لي سواك. أناجيك يا الله ولست ببطن الحوت ولكنني في جوف الليل أصارع وحشة أيامي. لا إله إلا أنت دلني، ما لي سواك. يمكنك التخلص من يأسك إن زدت من إصرارك على أن تصبح صيادا محترفا. تذكر، أنت قلت هذا. أجل، هل تعلم السبب في وصولي مع يوريو إلى هذا المكان؟ إنه أنت. شكرا لك، كنت شجاعا. وأنت كنت بطلا أيضا. سوف نعمل يدا واحدة، موافق؟ كوريديكا، شكرا لك. مهما كان تعبك يوم النتيجة هتكون فرحتك وهتنسى أي تعب أنت مريت بيه. طريق النجاح موحش وصديقك الأهم فيه هو الوحدة، شئت أم أبيت. هيرجع يتزحم بعد ما تنجح، هتلاقي كل الأصحاب رجعوا وكل الناس الجميلة جت وكله بيحبك وكله، لكن قبل ما توصل أنت مهزوم. في رأيي تخيل شيء جميل أمر جميل في حد ذاته، فحتى لو لم يتحقق فإنه يغني العقل. نعم، إنه يغني العقل حقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. رجالتنا رجالة أولى ثانوي دفعة 2025، أهلا بكم يا دكاترة في المحاضرة الثالثة.
لو بسألك سؤال أقول لك تجاوب بسرعة؟ طيب كم عدد الأصابع في اليدين؟ 10. طيب في 10 أيادي؟ 100 أحسنت. إجابة خطأ. ليه؟ 10 أيادي 50 صح؟ ليش قلت 100؟ العقل إذا دخل في تجربة فإنه يبني على آخر نتيجة. آخر نتيجة كم؟ 10. طيب 10 في 10 خلاص ارمي، لا تفكر. ما حد راح يساعدك، ولا واحد بحالك، ولا واحد مهتم بيك، ولا واحد يدري بيك انت عايش لو مو عايش. فلا تعيشني دور الضحيه، وانا ها مكسور خاطري، وانا اليوم حزين. لذلك انت حياتك عايشه كيفك تريد تعيش هذا الخيار، تريد تعيشه هذا الخيار. كلمة مستحيل معناها أنه توجد مشكلة لم تجد لها الحل بعد، ولكن يوجد لها حل. وكل إنسان وجوده يغير في كل الكون. كل الكون لن يكون كما هو اليوم بدونك. الإنسان مستحيل أنه يقدر يحسن من نفسه إلا إذا عنده أمل أنه عيوبه هذه ممكن في يوم من الأيام يتغلب عليها. الفحم مادة موجودة في الكرة الأرضية، منتشرة وقيمتها قليلة، ولكن تخيلوا أنه هذا الفحم تحت الضغط والحرارة الكربون اللي فيه يتحول إلى ألماس. وكذلك الإنسان يستطيع. لذلك قالوا أن كلمة مستحيل كلمة اخترعها الإنسان ليبرر بها عجزه. كل ما يعجز عن شيء يقول مستحيل. الشباب عندهم فكر، عندهم قدرة. الخلاصة الشباب مبدعين، عندهم عقول، عندهم أفكار، عندهم إبداعات.